الأستاذ محمد مساعد يود، أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ أهلا بيك. أنا أولا بشكر حضرتك إنك سمحت لي إن أنا أعمل معاك اللقاء الصغير دوت. في بعض الأسئلة أحب أوجهها لحضرتك. بعد حصول التيارات الإسلامية على أكبر نسبة من المقاعد في البرلمان، حضرتك شايف المجال الثقافي والفني هيكون الصورة العامة بتاعته إيه؟ هو الحقيقة لما نجح التيار الإسلامي في البرلمان بنسبة حوالي 70%، في ناس في وسائل الإعلام يعني بدأوا يخوفون الشعب المصري الذي أتى بالإسلاميين. الشعب المصري أتى بالإسلاميين، فأنا بقوم بقى بتخويف الشعب، بقول له خلي بالك اللي أنت جبته دوت هو عدو الفن، وهيقفل لك التلفزيون وهيسك الراديو، وسوف يأتي بالخيام والجمال والإبل في القاهرة. فهذه الصورة الحقيقة صورة مضحكة جدا جدا للذين يرون أن الثورة لا تنجح إلا بي، يعني الثورة لا تنجح إلا بي أنا شخصيا. فإن لم أدخل البرلمان إذن الثورة فاشلة، إذا لم أنجح في الانتخابات إذن لابد أن أسقط هذا النظام وأضرب كرسي في الكلوب كما يقولون، وأقوم بالصياح والعويل والتشويه والإساءة لخصمي الذي كسب في الانتخابات. أقول هذا البرلمان سوف يقوم بإغلاق المواقع الإباحية، وكأن الشعب المصري يبيت ليل نهار على المواقع الإباحية. أقول إن هذا البرلمان سوف يقوم بإغلاق الخمارات، وكأن الشعب المصري يعني شعبا سكيرا. أقول هذا البرلمان سوف يقوم بالقضاء على الميوه في الشواطئ، وكأن الشعب المصري أكل وشبع وبنى وسكن وحصل على الغاز ولم يبق له سوى أن يصطاف على الشاطئ. وهكذا في حالة من هستيريا وفوضى الإعلام الذي تقوم به الثورة المضادة. وهم في الحقيقة الإعلام حتى الساعة لم يطهر، والإعلام الذي كان يحرض على المتظاهرين هو الآن الذي يحرض على البرلمان وعلى الإسلاميين. الإعلام الذي كان يحرض تحريضا صريحا على قتل المتظاهرين وهو منع الأكل والشرب والماء عن ميدان التحرير هو الأشخاص هي والمعدون هم ومذيعوا برامج التوك شو وضيوفهم لم يتغيروا، لأن النظام سقط من حيث الرأس ولم يسقط من حيث الكيان. لا يزال هؤلاء في مواقعهم، ولا تزال مؤسسة الإعلام كما هي لم تطهر حتى الساعة. فنحن نتوقع منهم هذا السلوك ونتوقع منهم هذه الأخلاق. فالشعب المصري شعب واعي وشعب ذكي، يعرف جيدا من انتخبه ويثق جيدا في المرشح الذي اختاره وأعطاه صوته. ولو كان الشعب المصري عنده مخاوف من الشريعة الإسلامية، وعنده مخاوف من القرآن الكريم، وعنده مخاوف من إحقاق الحق وإمضاء شرع الله عز وجل، ما كان ليختار هؤلاء الذين يقولون الإسلام والحل أو الشريعة الإسلامية ستطبق. والحقيقة يعني الشعب فاهم وواعي ويعرف جيدا الغث من السمين، لأنه شعب على الأقل شعب قام بهذه الثورة. أما دور الأزهر ودور العلماء ودور الشباب من التيار الإسلامي، سواء كانوا إخوانا أو سلفيين أو غيرهم من التيارات الإسلامية والتيارات الليبرالية، الحقيقة العلماء دوما هم بناة النهضة، وهم الذين تبنى بسواعدهم وبعقولهم الدولة بعد قيام الثورة. وإذا قام الشباب بالثورة فالحقيقة يأتي دور العلماء في بناء هذه الدولة، لأن الشباب تكون عندهم الحماسة ويكون عندهم الشجاعة في أن يبدأوا الشرع الأولى، ثم يأتي العلماء للبناء والاستفادة من علمهم. والحقيقة العلماء كانوا في ميدان التحرير، كان ميدان التحرير يعج بعدد كبير من أجلة علماء الأزهر والإخوان والسلفيين. كان ميدان التحرير في معركة الجمل في اللجان الشعبية كان علماء الأزهر وعلماء الإخوان والسلفيين كانوا موجودين. والذي ينكر هذا الحقيقة يكون يعني يجحد جحودا كبيرا وينكر فضلا عظيما لفصيل كبير من الشعب المصري. طب أنا شايفة أن حضرتك متواجد النهاردة في ساقية الصاوي. طبعا أنا أول ما عرفت أن المجال الديني موجود في ساقية الصاوي، بصراحة ده أول حاجة يعني أسعدتني كتير. يعني إيه علاقة بقى رجال الدين هنا في ساقية الصاوي؟
والله ساقية الصاوي مكان عام زي نادي أو زي مركز شبابي. وحينما تواصلت مع المهندس محمد الصاوي إن أنا يعني أرغب في ألتقي بجمهور الساقية، الحقيقة لم يمانع الرجل، والرجل يعني منفتح يعني على الجميع، ويعني يعطي هذه المساحة، فهو يشكر على هذا الأمر. فالساقية فيها كثير من الفعاليات وكثير من التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية والفنية، فيها كثير يعني فيها كل المجالات، فيها كل المجالات. وهي مساحة في الوقت الذي كنا فيه، وهذه الندوة كانت من قبل هذا الصالون الذي أعقده في ساقية الصاوي، هذه الندوة التي أعقدها كل شهر في ساقية الصاوي الحقيقة كانت قبل الثورة أيضا، يعني الرجل لم يمانع في هذه المسألة. والإخوة في الساقية يعني كانوا يكلفوننا ويطلبون منا بأن نؤدي ندوة في مناسبة من المناسبات، أو يعني نلقي محاضرة ونحو ذلك. ووجدت أن الساقية تضم عددا كبيرا من يعني الندوات لعلماء وأدباء ومفكرين وفنانين ومثقفين على شتى الاتجاهات، وهذا الذي أكسب الساقية هذا الزخم وهذا النجاح، وصارت يعني ظاهرة قوية جدا وحية في القاهرة في الوقت الذي كان النظام السابق يغلق الأبواب في وجه كل داعية، ويمنع للداعية أن يمارس ندوة دينية أو ندوة سياسية في مركز شباب أو مركز ثقافي أو مكتبة، ويتم الحظر والمنع في الجامعات وكل هذا. فكانت هذه الساقية منبرا مفتوحا ومجالا يعني يسع الجميع، وهذا يشكر للساقية. وإثبات كمان أن الدين في كل المجالات. طبعا الدين نفسه يعني ما نقدرش ننزله ونحطه في مجال واحد، في مكون ثقافي، في مكون فكري وسياسي واقتصادي، دين شامل. ونحن تأدبنا منذ نعومة أظفارنا على أدبيات البنة. الإسلام نظام شامل، هو دين ودولة وحكومة وقضاء، ويعني تعلمنا الإسلام دين ودولة. الإسلام ليس طقوسا، يعني إن كان إخواننا من تيار آخر أو حتى أصحاب الأديان الأخرى الذين يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لا، أو يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فهذا شأن دين آخر غير دين الإسلام أن يقولوا هذا، يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا شأنهم. لكن بالنسبة لديننا دين الإسلام فهو نظام شامل ويعني تصور شامل للحياة. فالقرآن الكريم نفسه حينما تتصفحي المصحف تجد في القرآن الكريم أحكاما وآيات تتحدث عن الاقتصاد، وأخرى تتحدث عن السياسة الشرعية، وأخرى تتحدث عن المواريث والأسرة والمعاملات والعبادات والأخلاق. فالقرآن الكريم كتاب شامل جامع. حتى حينما تتصفحي كتابا من كتب الفقه أو كتب السنن، كتب المسانيد تبدأ يعني كتاب البخاري أو مسلم أو سنن أبي داود والترمذي إلى آخر المسانيد، تجد يبدأ الكتاب بباب الإيمان وباب الطهارة والصلاة، وينتهي بباب الإمارة والقضاء والبيعة وخلع الحاكم وتأمير الأمراء، وتتحدث عن أمور ضخمة جدا تبدأ من العبادات وتنتهي بالحكم وبالسياسة الشرعية للدولة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث بليغ لتنقضن عروة الإسلام عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهما انقضاء الحكم وآخرهما انقضاء الصلاة. فبدأ في الإسلام بأن أول شيء ينقضه الناس أو أول شيء يهجره الناس من أمر الإسلام الحكم، وآخر شيء ينقضونه الصلاة. فكأن الإسلام ما بين الحكم والصلاة، كأن الإسلام ما بين برلمان ومسجد، كأن الإسلام ما بين حكومة تشكل وصلاة تؤدى. فهكذا الإسلام في تصورنا وفي اعتقادنا وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ولم يعلمنا ذلك أحد من الناس، إنما هو كتاب الله الذي يقول هذا. أنا بشكرك جدا دكتور محمد، وبتمنى مزيد من اللقاءات معاك إن شاء الله في كل الفعاليات اللي حضرتك بتقدمها. متشكرة جدا، مع ألف سلامة. السلام.